تتخيلوا إنه الموارنة والفلسطينية اللي بينهم مجزرة صبرا وشاتيلا في بيناتهم قصة إنسانية ما بتخطر على بال حدا؟ وبتتخيلوا كمان إنه في شيء اسمه حزب الكتائب الجهادي الإسلامي النازي؟ القصة بتبلش بالحرب العالمية الثانية لما كان العالم مقسوم بين حلفاء بيقودهم الإنجليز ومن بعد الأمريكان ومحور بيقودهم النازية الألمانية. بمشرقنا العربي الممزق الشيخ أمين الحسيني مفتي فلسطين وزعيم السياسي كان قرر أنه ينحاز لها المحور وراح على برلين والتقى فيها هتلر شخصيا واتفقوا على تأسيس حزب الكتائب الجهادي الإسلامي النازي. أيوة، النقيض إلى النقيض، الإسلامي والنازي مع بعض. لكن المفاجأة ما بتتوقف هون، وإنما ببرلين وبوقت وجود الشيخ الحسيني كان في شاب صيدلاني ماروني جاي من بيروت اسمه بيير الجميل. بيير كان معجب بجنون بفكرة القمصان السود للنازية، ومن هون انولدت براسه فكرة ونواة حزب الكتائب اللي شارك بمجزرة صبرا وشاتيلا. بمين التقى بيير ببرلين؟ التقى بالشيخ الحسيني وصاروا أصحاب ويشتغلوا بنفس الخط، خط المحور وخط هتلر. الحرب خلصت، المحور انهزم، هتلر انتحر، القيادات الهتلرية يا أما تحاكمت يا أما انتحرت. الشيخ الحسيني هرب من فلسطين اللي وقعت وقتها بإيد الإنجليز، ولوين لجأ؟ لجأ لبيروت. لعند مين ولبيت مين؟ لبيت بيير الجميل. بوقتها كانت مرته حامل، ولما انولد الصبي سماه أمين على اسم رفيقه الفلسطيني. وأمين لاحقا صار رئيس بعد ما اغتالوا أخوه بشير، قائد بالكتائب ورئيس جمهورية لبنان. عن جد مرات التاريخ بخبي قصص غريبة عجيبة. عدو اليوم كان صديق الأمس وبالعكس، واللي بنعتبره مستحيل ممكن كتير يكون حقيقة مدفونة بكتب التاريخ.